تخيل انك راجع من يوم طويل ومقرر تريح في جنينة البيت او في مكان هادي في المصيف، وفجأة حسيت بلسعة في رجلك، ولما بصيت لقيت ثعبان. لحظات صعبة صح؟ ضربات قلبك بتدق بسرعة. طيب هتعمل ايه؟ هتجري؟ هتصرخ؟ هتحاول تموت الثعبان؟ المهم انك لازم تكون عارف ان التصرف السريع في اللحظة دي ممكن ينقذ حياتك، وعشان كده لازم نعرف تعمل ايه لو عضك ثعبان. اول حاجة حافظ على هدوءك كالعادة. اهم حاجة في اللحظة دي ما تدخلش في حالة هلع. طبيعي انك تتوتر، لكن من المهم جدا انك تهدي نفسك، لانك لو بدأت تجري او تتحرك بسرعة ده بيخلي السم ينتشر اسرع في جسمك. حاول تفضل ثابت وتفكر في الخطوات اللي لازم تعملها. تاني حاجة حافظ على المنطقة اللي اتعضت انها تكون ثابتة. السم بيدخل الجسم وبيتحرك من خلال الدورة الدموية، عشان كده لو العضو المصاب اتحرك كتير السم هينتشر اسرع، واحنا اكيد مش عايزين كده. تالت حاجة ابعد عن محاولة شفط السم او فتح الجرح. الافلام دايما بتورينا ان الحل انك تحاول تشفط السم من الجرح، لكن الحقيقة ان ده بيكون خطر وممكن يزود الضرر بدل ما يقلله. هي مش بس حاجة غير فعالة، لا كمان خطر، ممكن تسبب اصابات اضافية وتزود فرص العدوى. وكمان الشخص اللي بيحاول يشفط السم ممكن يتعرض للتسمم هو كمان، ولو الجرح اتفتح ده ممكن يزود النزيف ويسبب مشاكل اكبر. رابع حاجة اربط المنطقة المصابة لكن مش جامد عشان ما توقفش الدورة الدموية. الفكرة هنا مش انك توقف تدفق الدم بالكامل، لكن انك تقلل حركة السم. خامس حاجة ابعد عن الثعبان بحذر. بعد ما بتتعرض للدغة من المهم انك تبعد عن الثعبان. الثعابين في العادة مش بتهاجم غير لو حست بالخطر، لكن بعد اللدغة الثعبان غالبا هيحاول يهرب، فمن فضلك تجنب اي مواجهة تانية. اخر حاجة وهي الاتصال بالاسعاف فورا. اهم خطوة هي انك تتصل بالاسعاف في اسرع وقت. المصل المضاد للسموم بيكون الحل الفعال الوحيد في حالة العضة من ثعبان سام. فاول ما تحصل العضة استخدم موبايلك او خلي حد جنبك يتصل بالاسعاف. حاول توصف الموقف وتذكر لو كان عندك فكرة عن نوع الثعبان اللي عضك عشان يجهزوا المصل المناسب. دايما اتاكد انك بتعرف ارقام الطوارئ في منطقتك او في المكان اللي انت متواجد فيه، ولو معاك حد حاول تخليه هو اللي يتصل او يساعدك في التحرك عشان تتجنب بذل مجهود كبير بنفسك. ايه الحاجات اللي لازم نتجنبها وما نعملهاش في موقف زي ده؟ ما تحاولش تمسك او تقتل الثعبان. رغبتك الاولى هتكون الانتقام او انك تحاول تمسك الثعبان عشان ما يأذيش حد تاني، لكن ده هيكون خطر جدا. الثعابين سريعه ومرنه، ولو حاولت تمسكه ممكن يعضك مره تانية لو حس بالتهديد، او ممكن يعرض اللي حواليك للخطر. الافضل انك تبتعد عنه وتسيب المحترفين يتعاملوا معاه. وافتكر دايما ان اهم حاجه هي سلامتك. ما تستعملش تلج على الجرح. كتير بيعتقدوا ان التلج ممكن يقلل الانتفاخ او الالم، بس الحقيقه ان التلج بيقلل تدفق الدم، وده ممكن يكون خطر لان السم محتاج ينتشر في الجسم بوتيره بطيئه. استخدام التلج هيوقف الدوره الدمويه تماما وهيسبب مضاعفات، فالافضل انك تسيب الجسم يتعامل مع السم وتلجأ للمستشفى في اسرع وقت. هو ده الحل المناسب. حافظ على العضو المصاب في مستوى منخفض. رفع العضو فوق مستوى القلب بيزود تدفق الدم للقلب، وبالتالي بيساعد السم انه ينتشر اسرع. الافضل انك تخلي العضو المصاب في مستوى منخفض. فحاول انك تنام على ظهرك، ارفع جسمك بطريقه مريحه لو امكن. نصايح اضافيه للوقايه: البس لبس مناسب في الاماكن اللي فيها ثعابين. دايما لو بتخرج في مناطق معروفه بوجود الثعابين زي الحدائق المفتوحه او الاماكن الجبليه، حاول تلبس بوت طويل وسميك عشان يحمي رجلك من العضة، او في العموم من اي حاجة تانية ممكن تضرك. تجنب الاماكن اللي بتتجمع فيها الثعابين. الثعابين بتحب الاماكن الدافية والرطبة زي تحت الصخور او في الاعشاب الطويلة. لو تقدر اتجنب المناطق دي او امشي بحذر. اتعرف على انواع الثعابين في منطقتك. معرفة الانواع المختلفة من الثعابين في منطقتك بتساعدك تتصرف بسرعة لو تعرضت للعض. مش كل الثعابين سامة، لكن معرفتك بالانواع السامة بيساعد الاطباء في تقديم العلاج المناسب. زي ثعبان الكبرى اللي موجود في مصر واللي هي من اخطر الثعابين. السم بتاعها بيأثر على الجهاز العصبي وبيكون قاتل لو ما تمش علاجه بسرعة. في النهاية عضة الثعبان ممكن تكون مخيفة، لكن بتصرف سليم وسريع تقدر تنقذ حياتك او حياة اللي حواليك. حافظ على هدوءك، اعرف الخطوات الصح واتصل بالاسعاف فورا. واهم حاجة نفتكرها هي ان السرعة في التصرف بتفرق جدا. لو حصل لك تجربة مع ثعبان قبل كده او تعرف حد مر بنفس الموقف شاركنا في التعليقات، وما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب عشان تشوف فيديوهاتنا الجديدة كلها أول بأول.